فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب. ايه ده فورمه حسن. الله، ده متدمس بالطاقه الشمسيه اللي مخترعها الاستاذ زغلول. مش عاجبك؟ روح له خليه يدمسهولك. بندق ولا يا بندق، انت اطرش. ايوه يا اسطى. هو المرسيدس دي قبل صاحبها ما يجي. ما زغلول روقها يا اسطى. زغلول روقها. البقاء لله. يا نهار اسود، ايه اللي انتوا حطيتوه في العربيه ده؟ ده اوبشن جديد يا باشا، حنفيه سخن وبارد، اختراع الاستاذ زغلول. اشرب يا باشا اشرب. فين زغلول ده؟ انا اديهولي حالا. انا يا باشا. بندق انت العبقري زغلول. ما تخافيش يا موهبه، ان شاء الله بنتك هتتجوز والعريس مش هيطفش النوبات ان شاء الله. كيف الحلاوه لو حصل نصيب، ده 10 عريس، ولو طفش البنت هتبوظ. له حق يطفش بصراحه، البنت ماسحه خالص يا موهبه. انا مش فاهم ليه مش طالعه مربربه زيك كده. ايوه ايه في ايه؟ الحق حد بينده عليه. ماشي جاي. ايه؟ في ايه؟ انتوا يا جماعه اللي بتحدفوا العيال من فوق، مش كل يوم تحدفوا علينا عيل. في ايه يا غيرع؟ الله، ما تسيبها، هي بتاعتك. ايه الفول اللي زي الزلط ده يا اسطى؟ يا اسطى وانا ايه بتاع فول؟ امسك بلا قله ادب. امسك. المعلم بيقول لك الطاقه الشمسيه خربت بيوتنا، ما بتدمس والفول ما بيستويش. هيستوي ازاي وانتوا ناشرين على الطاقه الشمسيه؟ الغسيل والبست العيال. اعمل ايه؟ خليه يروح يسويه في المستوقد. انتوا حاره مالكوش في الاختراعات. هوبليس كيس. طب والبنت دي اعمل فيها ايه؟ رضعها. استلم زغلول اهو يا اسطى. هو ده اللي خربها يا باشا. مش عاجبك الاوبشن اللي انا عامله لك من غير قله ادب؟ هفكه لك واخلي لك العربيه سخ سليم. انتوا مش بتوع اختراعات. بالعكس يا زغلول، ده عاجبني جدا، ناقصه بس خلاطه يبقى 100 بصراحه. قول كده للاسطى، الناس اللي بره حاسه بقيمتي وحارتي مش حاسه باللي انا فيه. ادعي لي انا اللي عملتك. الله يخليك متشكرين قوي. ايه في ايه؟ ايه اللي فيه ايه؟ لا ما مش كل وقت تجيلي تاخدها يا عم من اللي عليك، ما انت انا حالت رابري. انت ادرى واحد بظروف يا عم. عادي. لا حول الله يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هو ده. خلاص يا عم فاروق خلاص. هو ده. اهلا وسهلا. اهلا بيك. الله ينورك. الله يخليك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب. يا رب يا حبيبتي يا رب. بطيخ لذيذ قوي يا رب. الف هلا وشفا، صحتين يا حبيبي وعافيه. البطيخه يا ماما. الله اكبر. وايه اللي بيحصل ده يا ابله؟ في ايه يا اخوي؟ قلبها بيدق من الفرح. كل بطيخ كل بطيخ. يا ده الحظ الاسود. 6000 باص. ماما خليني يا ماما. هي العروسه مالها يا اختي؟ يا ماما انا بطير يا ماما. خليني يا ماما. يابا العروسه انا عايزه يابا. يا ماما. حد يمسك رجليها، انا جاي اهو. حد يمسك العروسه. هغير الخريطة وأوقف التاريخ، أحلامي ماهيش بسيطة، أفكاري صواريخ.
يخرب بيتك يا بسطوس الزفت. انت يا الحيوان اللي فوق. حرام عليكم. الحرب اللي جايه حرب الميه وانتوا هتموشوا البيت من الميه. الله وانت بتتخانق مع نفسك على الصبح يا زغلول؟ الغرب ياما شايفه الميه عامله ازاي؟ على السرير كأني نايم في حمام ونقول لهم الحرب هتقوم وبسطوس الكلب ما عندوش دم. يخرب بيت تنحتك بني ادم. يا ابني تعالى في واحد من الحي مستنيك تحت. في ايه انا؟ عمال تهبد على الباب، هو بيت ابوك؟ الدار انت يا فيفي بتبص على ايه؟ لا بجد البحر على ايه؟ طب احنا في ايه حصرح يعني؟ هشوف مدونة يعني؟ طب يلا اتمسى وامشي من هنا يلا. لا انت اللي تتمسى بقى وتتلم وتبطل الميه اللي شغاله عمال على بطال دي لما البيت هيقع علينا. بنصيف يا اخي، ايه؟ ما نصيفش؟ ايه قلبتها مارينا؟ مارينا مش ام الشيخ براحتنا. لا مش براحتك. بيتي وانا حر فيه. لا مش حر فيه، لو هيقع على نفوخنا كلنا يبقى شريك. وانا ما جيتش فيه. ما تنططليش ولا زغلول، ايه رجليك شالتك هتعمل لي فيها فرق؟ انت كتكوت ولا؟ انا لسه بحترمك على بسطويس ومش عايز امد ايدي عليك. ولا ما تزعقش، امد ايدي عليك اخرم لك عينك. استنى يا عم بقى. يا عم قد ابويا ايه؟ ابويا كان بيلعب بالميه طول النهار وقاعد لنا باللباس كده. احترم نفسك. خش جوه يلا. احترم نفسك يا زغلول. خش جوه يا سعيد. فيفي خش جوه يا فيفي. خش جوه انت وهو. خش يا فيفي. خش يا فيفي. انا كويس يا اسلام. انا كويس. انا سليم. هجيب عربيه الازاله تشيلك وانت شبه عربيه المطاف كده. بس عليكم على ما عندكوش دم. اوعى تسيبوا نفسك. وديهم بس شويه عشان ايه؟ تعالى يلا عشان الدكتور تعالى. بس عليكم مش كفايه ما عندوش دم. كل يوم عيل من عياله بيقع واحنا بنحوش وهو ولا في دماغه. بقول لك ايه طول بالك بس يا زغلول يا ابني وسيبك منهم وخليك معايا انا بس وشوف انا جاي لك ليه. خير يا عم منصور. لازم يوم السبت الجاي ده باذن الله تروح على المحكمه وتعملوا استشكال عشان توقفوا قرار ازاله البيت. سامعين؟ عايزينوا البيت، اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بقى. يا اخي بقول لك طول بالك بس، اصل الاستشكال ده بقى لما تعملوه المحكمه هتديكوا فرصه علشان تلموا فلوس تصليح البيت. يا عم منصور ده احنا بقالنا 10 سنين مش عارفين نقعد مع بعض 10 دقايق علشان نلم من بعض فلوس الاستشكال. هنعرف تلم 5000 جنيه تصليح البيت؟ اجيبهم منين؟ اسرق. ما ترد على الموبايل. سيبين ماليش نفسي ارد على حد دلوقتي. وايه بقى النمره الغريبه دي؟ انا اعرف منين بس يا حبيبتي؟ طبعا تلاقي الهانم بتطلبك من نمره غريبه انا ما اعرفهاش. هانم مين؟ انت فاكرني عبيطه ولا نايمه على وداني؟ انا من سريري ده عارفه كل اللي بيحصل في الشركه وغرامياتك مع الزفته شركتك. يعني اعمل ايه؟ اموتها لك عشان تستريحي؟ لا يا حبيبي تخرجها من الشركه وانا هشتري نصيبها. لا ده اسمه كلام برضه يا حبيبتي. عايزاني افض الشركه اللي بيني وبينها عشان شويه اوهام موجوده في دماغي؟ يعني برضه مفيش فايده. بعدين بقى انت عايزه توصلي لايه يا فريده؟ انا ابتديت ازهق ومش عايز اغلط. اكتر من كده غلط. انت ايه يا اخي؟ ما بتحبش. انا بحب ازاي؟ برضه مش بترد عليا؟ سايبني مرميه ورايح لها. فاكر مفيش حد واخد باله. هتتقلش يا ادهم. انا هوريك وهوريها. ماشي يا ادهم. ماشي يا ادهم. ادهم. Did you say Adam around? Yes, he's here. أنا خفت ما تكونش جيت لأن اتأخر على البنك. تعرفي انك حلوه قوي النهارده؟ ما أنا عارفة إيه الجديد. شكلك اتخانقت معاها النهارده. ده العادي بتاع كل يوم. كله بسببك. شك ان في حاجه بينا. طالما بتقول في حاجة بينا ما تيجي نخليها جد ونخلص. دي عايزه تشتري نصيبك في الشركه وتمشيكي. ياه للدرجة دي بتكرهني؟ وانت ايه رأيك؟ بليز انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده خالص. انا ما صدقت اني مسافر. طب ايه رأيك اسافر معاك؟ يا ريت. طب يلا بقى وبلاش احلام عشان ميعاد البنك. وافق. معصلك على الاخر وصحي من النوم مش طايق حد يكلمه. وبعدين بيني وبينك
ده مهما كان اخويا الكبير وفي مقام المرحوم ابويا، يعني له هيبته وله وقاره واحترامه. خلاص بقى خلاص يبقى مستقبلي ضاع انا وانت يا حبيبتي. حضرتك ايه وطي يسمعك؟ يسمعنا. هروح اقدم ازاي المشروع لبراءة الاختراع من غير ما اجربه على حد؟ مش ده اختراع لازم يتجرب على حد يا ماما. انا بقول كفايه اللي حصل لمنار اختراعاتك. وانا كل اختراع كده هروح اتحايل عليه؟ انت بتخافي منه وبتدي له حساب زياده عن اللزوم. سيبيني انا هروح اقنعه. استر يا رب. استاذ صابر. يا صابر افندي، ما تنزل الجرنان ده وعبرني. انا قلت لا يعني لا. صابر، انا عارف ان انت مش طايقني، بس اعمل ايه؟ كان لك حاجه عند صابر قول له يا سيدي. صابر ارجوك يا صابر، الاختراع ده غير اي اختراع تاني جربته عليك. الاختراع ده اللي هيطلعني انا وانت للمجد. انت كل مره تقول لي المجد، انا لا شفت منك مجد ولا تاني. النوبه اللي فاتت كنت هتطلع عيني لما حطيتني في حدام في كتاكيت. هتعمل فيا اكتر من كده. عشان خاطري بقى وافق المره دي يا ابي، وان شاء الله هنعمل لك اللي انت عايزه. قلت ايه يا استاذ صابر؟ استغفر الله العظيم يا رب، تطلع كام في الموضوع الاسود ده؟ هو انت ما بتعملش حاجه لله ابدا وللعلم؟ ماشي يا سيدي اللي انت عايزه. اتفضل يا صابر باشا. استنى بس يا زغلول، انت هتعمل فيه ايه؟ ولا حاجه، هجرب عليه قوه الشفط بس. اسمع يا زغلول، انا مش هقلع البنطلون. يا صابر باشا، ما حدش طلب من حضرتك تقلع بنطلون. اتفضلي خديه. عايزه تقعد كويس يا استاذ صابر. ها قعديه بقى على التواليت. بسيطه ان شاء الله. يا رب يا رب استر المره دي. لا مش هينفع القعده دي، اقعد حلو وصفي نفسيتك من ناحيتي عشان ربنا يبارك لنا في الاختراع ده. يلا يا وفاء، هوصل الكهرباء. اتكل على الله يا زغلول، ابي جاهز. ابعدي عنه بسرعه يا وفاء. ابي سيبك منه، ده عيل نحس. يلا امشي من هنا. لا ده انا هتاكله بس. حاضر يا ابي. استني هنا، انت هتسمعي كلام السحليه دي؟ يلا امشي من هنا عشان انا مش عايز اذيك. يعني هتعمل ايه يعني؟ ده انت قليل الادب قوي. ما بقاش دعوه يا راجل، لو جوزت تطلع. هاي هاي كويس انت ما تاخرتوش. مالون الطريق كان زحمه قوي. اقدم لك ناديه شريكتي احمد المحامي الجديد بتاعنا. تشرفنا يا مدام نادي. اهلا. مش يلا بينا؟ اتفضلي. في كده خليك في شغلك. مش معقول عشان الواحد يجي يقدم طلب يجي لابس بيجامه يعني. راجل شغال بقاله 13 ساعه. اتفضل يا سعاده الباشا. صباح الفل يا فندم. صباح زي كل يوم. نعم حضرتك ده الطلب بتاع القرض مستوفي البيانات وكله تمام سيادتك. وقرضك كام يا سيدي؟ 10000 جنيه. كام؟ 5000 جنيه. انسى الورقه دي خالص ولا تحط دماغك فيها. معايا كمان ورقه 200 لو حبيت تخفض انا تحت امر سعادتك. وايه ضماناتك بقى يا سيدي؟ عندك عقارات، عندك اراضي زراعيه، عندك ودايع بنكيه؟ وانا لو حضرتك يعني عندي اراضي زراعيه وعقارات، يعني كنت هحتاج للقرض ليه؟ مش عارف يعني. سيب الورق ياخد دورته وابقى تعالى اسال عليه. حاضر. اجي بكره سيادتك يعني ولا ايه؟ بكره ايه يا ابني؟ انت من مريخ؟ لا من زحل ورا مجره شمال كده. انت هتهزر ولا ايه؟ لا حاضر. سيب الورق واتكل على الله. حاضر يا فندم حاضر. انا ما تزعلش نفسك. ألف مبروك علينا يا أدهم بيه. إن شاء الله تقدر تصرف القرض خلال أسبوع واحد إن شاء الله. بس كده ادهم هيكون مسافر. مفيش أي مشاكل يا هانم، أي حد معاه توكيل عام من أدهم بيه ممكن يصرف القرض. ليه توكيل عام؟ مجرد روتين عشان اجراءات الصرف تخلص وانت مش موجود. خلاص خلي الموضوع لما ترجع يا ادهم. لا نو بروبلم. انا هبقى اعمل توكيل عام واديه لاحمد هو يتصرف. الليمون يا أدهم بيه. معلش بقى فرصه ثانيه يا فندم. شرفت يا باشا. يا جماعه لازم نعمل الاستشكال يوم السبت وندفع الرسوم. ولو ما دفعناش ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو زي كل مره. لازم النهارده نلم الفلوس بتاعه الرسوم عشان نلحق نعمل الاستشكال، وبعد كده نقعد مع بعض قاعده نشوف البيت ده هيتصلح ازاي. انا زهقت منكم، انتوا على طول بتتخانقوا، انا مش قاعد معاكم. دي كل الفلوس اللي معايا. ربنا يخليك يا عم يوسف، عقبال ما الباقي يحسوا. انا سمعت ان فلوسنا اللي في العراق هترجع قريب. لما ترجع باخد منها اللي انت عايزه. امسك الحواله دي، ابني بعتها لي من ليبيا وقالوا هيصرفوها لما يفكوا الحصار. يعني انت فلوس حضرتك عند الريان، وانت فلوس ابنك لسه في ليبيا، وانت فلوسك لسه في العراق. انا عرفت خلاص يا جماعه مين اللي هيرمم مين؟ جامعه الدول العربيه. لا طبعا، ده انت تسيبيه هنا.
حلو ده ايه؟ هو اللي يجيلك لغاية عندك. اسمعي الكلام بقى مرة واحدة في حياتك، ايه ده؟ طبعا يجيلك لغاية عندك هكلمك تاني، ادهم جاي، باي. ها يا حبيبي، هتفطر معايا؟ انا فطرت من 7 ساعات. قصدك ايه؟ قصدك اني بفطر الساعة 3؟ يعني لازم ابقى سيدة اعمال واصحى 7 الصبح عشان اعجب حضرتك، مش كده؟ لا بقى مش هرتب. انا مسافر دلوقتي ومش فاضي الكلام ده يا حبيبتي. لسه بدري على الطيارة. صباح النور، اتفضل استريح. الله يخليك يا فندم. تؤمر. الحقيقه انا معايا الرسم التوضيحي للاختراع الجديد بتاعي وجاي عايز تاريخ فحص. وده ايه بقى يا سيدي؟ ده سيادتك كومبينيشن لماهي بالشفط. بالضغط على زرار بتبدا عمليه الشفط وتتحول النفايات الى مواد صلبه يمكن استخدامها فيما بعد كاسمده عضويه او استخراج الغازات الطبيعيه منها، وبكده يبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد، وفرنا ميه وزودنا طاقه. خلاص سيب لنا الرسم التوضيحي وانا هديك ايصال بالاستلام، وتفوت علينا السنه اللي جايه الساعه زي دلوقتي الساعه 12. ياه مش عارف بقى هبقى فاضي ساعتها ولا لا. طب ينفع كده 12 الا ربع او 11 ونص و5 كده؟ سيادتك بتهزر؟ والله انتوا اللي بتهزروا سيادتك. لسه هستنى السنه الجايه الساعه 12 عشان نقدم الاختراع وناخد تاريخ فحص، والميه اللي عماله تروح مننا وحرب الميه اللي داخلين عليها ملهاش ثمن عندنا. يا زغلول، عملت ايه براءة الاختراع؟ هعمل ايه يعني؟ قالوا لي السنه الجايه الساعه 12 تبقى تعالى لنا. معلش يا سيدي، فيها ايه يعني؟ بكره ان شاء الله ربنا هيفرجها. انا بس بينفع عشان انا مخنوق. طب استنى بس، استنى. ايه بقى؟ فين الصبر اللي انت علمته؟ صبر ايه بس يا وفاء؟ صبر ايه؟ صبر ايه وانا شايفك بتتخطبي قدام عينيا كل شهر وخطوبتك بتتفسخ؟ هفضل ساكت عليك لحد امتى؟ لحد ما ليكي داخل عليا بعيل؟ سيبيني بقى وفاء وحياة ابوكي، سيبيني بقى. استنى بس. الله الله. ابي شافنا. بتتقابلوا من ورايا في نساس الليالي؟ والله لا ربيك. اشكرك. انا اسفه يا ابي والله اصل مش عارف اديك ايه ده اللي عامله له حساب اللي شبه الشطافه ده. ازاي كده؟ ان الادب ما تنفعش مع الاشكال اللي زيك. تصدق وتامن بالله انا جاي مبوق وطالع عيني، ولو ما احترمت نفسك هعطف في وشك اخرج. اسكت. اخرج بقول لك. عشان خاطري يا اخي. حضرتك سقطت جوه عشان تمسك اعصابك. كملت نفسك يا ابي. ادب وده كان ناس بتسند عليا وانا اللي بحاسب ولا النهارده. عايز اقول بس عرفتني في عيشة أهلي. بس يا ساتر. ولا تخطف عيال يالا؟ لا عيال ايه؟ ده منظر واحد يخطف عيال يا جماعة. امال ايه ده؟ ده نسيبي وبسربه محدش له دعوة بينا. ماشي يا زغلول، بالسلامة يا زغلول. انا ماشي على راجل لو اتجوزت اختي. اطلع باللي في جيبك يالا. يلا رز. ومين قال لك انه سعيد في حياته؟ دي فريده مراته مطلعه عينه، بتشك ان في حاجه بينهم. بصراحه عندها حق، انا لو مكانها كنت قتلتك. صباح الخير يا جماعه. انا افتكرتك هتطلع المطار على طول. ما لسه في وقت، ايه مالك؟ يلا يا جماعه احسن انا هتاخر كده. انا هجيب شنطتي المرتب بدري. هنروح نعمل ترتيب دلوقتي؟ ايوه بس نخلي التوكيلات دي معاك لغايه ما ارجع، مفهوم؟ بس بقى قطعت قلبنا. مش ممكن، يعني البيت هيقع بجد يا زغلول ولا ايه الحكايه؟ والله لو ما عرفناش نلم الفلوس من بعضينا هيضطروا يهدوا على دماغنا كلنا. انت صعبان عليا يا زغلول. ده انت حالتك طلعت اوحش مننا يا راجل. ما تزعلش نفسك يا اخويا. طب خد يا زغلول. لا يا راجل عيب، لا ده واجب علينا عيب. لا والله يا عم انا مش للدرجه دي، والنبي انا هشحت يا عم. خد يا زغلول انت اخ، خد والنبي. الله لا. ايه ده؟ مطوه؟ تديني مطوه؟ هتنفع يا زغلول. صار لك عربيه نظيفه كده تطلع تنضفها. مصلحه يعني. مصلحة ايه يا راجل؟ انا شكلي حرامي ولا؟ لا 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 ده راجل. هاي. ايه ده؟ انا مش مصدق نفسي. هي الدنيا حصل فيها ايه؟ لا ده حصل فيه حاجات كتير.
الله، دي حلوت قوي. مش هتسألني أنا عايزة إيه؟ وده سؤال برضو، كفايه انك جيتي. أنا جاية أخد التوكيل. هو احنا مش ميعادنا يوم الأحد في البنك؟ أنا مش هلف وأدور كتير. أنت هتبيع لي بالتوكيل كل حاجة، الشركة والمصنع والنصيب أدهم. قلت إيه؟ الله، ده موضوع كبير قوي ومحتاج تفكير، مش كده؟ 5% كويس؟ ده انتي بخيلة قوي. 5% و10% ايه بس؟ ما تطمعش. ده انا لازم اطلع. مش هنختلف. فين ايامك يا طلعت باشا يا اللي حررتنا من الاقتصاد الاجنبي؟ دلوقتي بنتباع حته حته. اعمل ايه يا عم طلعت؟ اسرع يا عم طلعت. طلعت مين هذا اللي بتندى عليه؟ طلعت باشا عم الناس دي كلها. وايه اللي معاك ده؟ ده كومبينيشن لمائي بالشفط يا باشا. سرقوا منين؟ لا مش سرقوا، اسرقوا ازاي؟ ده انا مخترعه يا باشا. احنا طب هاتوه. لا هاتوه ايه؟ استنوا، لا لو سمحتوا، لا ما حدش يجرني ولا يمد ايده. انا عايز افهم ايه كل الورق ده؟ ده سيادتك الورق بتاعي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي، يعني تنقي اللي حضرتك عايزه منه. اوبن بوفيه ورق قدام حضرتك اهو. ايوه يا ابني، ده كتير قوي، ده مستقبلك كله هنا. انا عايش في بيت هيقع يا سعاده الباشا، وبقالي 5 سنين ما لبستش بيجامه، عشان كده بنام والورق معايا في جيبي. لو البيت وقع ابقى انا والورق. بني ادم ملوش لازمه من غير الورق في بلدنا يا باشا. لم ورقك وامشي. انا الحمد لله لا انا بان عليا ارهابي متطرف ولا حرامي باخد لي قرشين واخلع. الحمد لله متوسط، وابويا على الله ابيض زي ابويا. حاجات الدنيا ابيض وهخرج منها ابيض. والله الظاهر الفقر ما وراهوش غير عيلتنا، بيورثوا اجيال ورا اجيال، اجيال ورا اجيال كاتمين على حلمنا. انت جاي تعمل لي الحلم العربي هنا في المكتب؟ يلا يا اخويا اجري. خلوا شنطة هدومي في العربية دلوقتي، هبقى اخدها بكرة الصبح. تصبح على خير. مساء الخير حبيبتي. الحمد لله على السلامة. كنت فين؟ كنت في سنغافورة. انت هتستهبل؟ الله، في ايه يا فريد؟ في ان طيارتك توصل الساعة 9 ودلوقتي الساعة 1:30. ممكن افهم كنت فين؟ بليز يا حبيبتي، ممكن نأجل الكلام في الموضوع ده لغاية بكرة. أنا جاي خلصان يا فريد. طبعا، ما انت عديت على السميرة بتاعتك قبل ما تيجي، فمش طايق لي كلمة. لا بجد بقى يا فريدة، أنت زودتيها قوي. تعالى هنا كلمني. عايزة إيه تاني؟ ده بدل ما تقولي وحشتيني. على فكرة أنا ما بقتش أعرف أتفاهم معاكي بالمرة. انت ربنا مش هيسامحك على اللي انت بتعمله فيا. فريدة، أنت عايزة إيه دلوقتي؟ انا شايفة ان احنا مش هننفع لبعض. طلقني انا. حاضر يا فريدة، زي ما تحبي. طبعا هيحلقها. ده يجاتلك على الطار. أنا نازل بالطيارة عمال أقول يا رب تكون نادية مستنياني في المطار. ما جيتيش ليه؟ على فكرة أنت وحشتيني جدا. أهلا يا أدهم، الحمد لله على السلامة. إحنا مش متفقين إن إحنا نتقابل في المطار؟ معلش سوري يا أدهم، كان عندي ارتباطات كتيرة. أيوة، دقايق وأكون جاهزة. حد يجي يشوف الأستاذ أدهم يشرب إيه. مش عايز أشرب زفت، وسيبي اللي في إيدك ده وكلميني كويس. إيه في إيه؟ مالك؟ ولا حاجة، ببساطة حضرتك مش واخد ميعاد وأنا عندي مواعيد تانية. أنت أكيد اتجننتي. أنت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ أنا بتكلم جد. ممكن حضرتك تتفضل بره؟ حلوة دي. لا أنت أكيد اتجننتي. أنت بتطرديني من مكتبي؟ بقول لك إيه، أنا مش ناقص أعرف على الصبح هلاقيها منك ولا من فريدة. أنت لازم تبقى أهدى من كده يا أدهم وتتقبل الموضوع ببساطة. هي الدنيا كده، يوم فوق ويوم تحت. عموما هارد لك. هارد لك؟
هارد لك ايه وهباب ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. ياه، كل ده لسه ما فهمتش. انا خدت الشركه والمصنع والقرض وكل حاجه. الكلام الفاضي اللي انت بتقوليه ده، انا هكلم احمد. انا نسيت اقول لك، انا واحمد اتجوزنا من 3 ايام. تحب تكلمه؟ انت فاكر الحياه سهله كده؟ ها؟ لا ابدا. انا هسجنك اليوم، فاهماني؟ هدمركم. فاهم يعني ايه هدمركم؟ يا نهار اسود على الدنيا. هي الفلوس تعمل كده؟ تعمي قلوب الناس وتحولهم مجرمين. ممكن حد يتغير بالسرعه دي عشان الفلوس؟ لو الدنيا كده انا مش عايزها خلاص. انا اموت نفسي احسن. اصحى وركز معايا يا معلم. طلع الفلوس اللي في جيبك، طلع الفلوس اللي في جيبك. انا مجنون ممكن اذبحك. طلع الفلوس، طلع. استنى وحياة ابوك يا كابتن، المطه وقعت وحياة ابوك ما تعمل حاجه. استنى وحياة ابوك، وحياة ابوك. استنى يا كابتن وحياة ابوك. اقف اقف اقف. هات تاني فلوس. انا زهقت من الفلوس. وادي الفلوس اهي. طب انت زهقت من الفلوس، انا لسه ما زهقتش. طب اخد الموبايل ده انا. لا ادي الموبايل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت مجنون ولا ايه؟ هو كل حاجه خدها ترميها. طب استنى. وحياة ابوك افتح لي المصوب. وحياة ابوك افتح لي المصوب. انت موديني على فين يا كابتن؟ والنبي يا كابتن نزلني وحياة ابوك. اخر مره هعملها والله العظيم. والله ما هعمل، انا اول واخر مره هسه. والنبي انا رايح اجيب زيت لامي وزمان البطاطس على النار هتتحرق. وحياة ابوك انت خد المطوه دي يا بنت. وحياة ابوك والنبي سيبني انزل، والنبي سيبني انزل. ايه ده احنا داخلين على مزلقان؟ طب هات لي شويه، هات لي شويه، داخلين على المزلقان. حاسب انت وقفت ليه هنا يا كابتن؟ النبي ايه اللي وقفك هنا؟ والله مش عايز اموت. وحياة ابوك والله العظيم هحسرق تاني. وحياة ابوك افتح لي الشباك ده. الشباك ده ابوك انت جاي. انا اتشليت ولا ايه؟ رجلي منمله وورايا منمل، كل منمل ياما. هو عمل فيا ابن المجنون. هو عمل فيا ابني. والنبي ما تموتنا بيه وحياة ابوك. هتضيع نفسك عشان واحد زيي؟ انا ما استاهلش يا بيه. وحياة ابوك بتموتني. ابوس ايديك والنبي. انت بتهددني بالريموت يا اخويا؟ انت جايبني ليه هنا الحته المقطوعه ديت؟ انا عايز اروح. يلا قوم روحني. انت جايبني ليه هنا؟ انا مش فاهمك والله. ايه الحته دي؟ دي ما يجوهاش غير تجار المخدرات. ايوه انت اكيد تاجر مخدرات. انت شبه استفار روستي صح؟ والله العظيم انت اكيد تاجر مخدرات وجايبني عشان اشيل معاك شحنه مخدرات. لا لا يا استاذ، لا. مش انا اللي ادمر شباب بلدي. مش هشيل معاك مخدرات ان شاء الله اموت هنا. ولا هاخد منك نسبه. عارف لو عرضت عليا 50% مش عارف اخد منك. طب قوم روحني. بس بقى خلينا نموت في هدوء. لا يا عم انت عامل حسابي معاك في المشوار ده ولا ايه؟ ابوس ايديك يا باشا، انا مش هفف عليا الموت النهارده. هات مفتاح العربيه، انا اتكل على الله وابقى ارجع لك كمان اسبوعين كده اشقر على حضرتك. يمكن تكون محتاج حاجه. انا خلاص عرفت المكان. احنا تقريبا هنا على حدود تركيا باين. هات المفتاح يا بيه، هات المفتاح. ابوس ايديك. عايز مفاتيح؟ وادي مفاتيح. الله 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 الله. انت بترمي المفتاح كده في الطل ولا ايه؟ وبعدين في الهبل الاسود اللي احنا فيه ده. يا رب الاقي المفتاح عشان اخلص من ابن المجنونه ده. يا رب. ايه ده؟ ده بانه معقد عاطفيا. فريده ده مطلق ولا ايه؟ المفتاح فين؟ انا لقيت مفاتيح. انت بتبص لي كده ليه؟ ده انت باين لك راجل مبروك وربنا استجاب لدعائك وبعت لك حته تعبان فل على كتفك.
يعني ايه تعبان فل على كتفك؟ يعني في تعبان فل على كتفك. ايه المصطلحات البلدي بتاعتك دي؟ يعني ايه تعبان فل على كتفك؟ بلدي، في تعبان بلدي على كتفك. اوعى تتحرك. انت عارف لو اتحركت التعبان ممكن يلسعك. خليك ثابت زي ما انت، كانك شجره. انت الشجره. انت ايه؟ شجره. وانا اسكت. شفتك مسلول يا باشا، اللي كنت عايز تموت من شويه. هروح مشوار لغايه مصر وارجع لك يكون التعبان خلص عليك. ابوس ايدك، ابوس لي ايديك الاتنين. شيله هموت. تبوس ايدي؟ يا انت هتعيش الدور، شيله. طب غمض عينيك، غمض عينيك. انت بتتعصب والتعبان عليك. بس والله لايق على الشكل. شلته. عندك 3 مفاتيح، طلع مفتاحك منهم. طلع. لو عايز يومك يعدي اعمل عبيط ومش شايفنا. بص لي وانا بكلمك. عايز يا عم. ايه؟ ترابي مسيطرة. يلا الله يعدمك يا بعيد. يلا يا اختي، واعدميني بعدين. اوعى تسيب بقى. بتهربي مني يا بت. ايوه عايز اخد من وشك في اي داهيه. انت عارفه دي المره الكام يا بت؟ ها؟ دي المره الثانيه. يعني المره الثالثه هيكون فيها قطع الرقاب. كان يوم اسود يوم ما صدقتك وهربت بحقيقتي. اوعى. انت بتسرقيني يا بت. ده تعبي وشقاي. طب قومي يا اختي على الكافيتيريا. ايه اللي حصل تاني؟ حاجه. طب عندك استبن؟ العربيه ما فيهاش استبن. يعني عربيه فخمه زي دي ما فيهاش استبن؟ انت هتحقق معايا، انزل. حاضر ما انا عارف ان هم يسيبوا. يلا فكها بسرعه. ما كنت من شويه هتبوس ايدي والتعبان على كتافك، دلوقتي خلاص النمرضه اشتغلت. يا على البني ادم، يا على امي دي عجله. هتكلف 10 جنيه. طب يلا بسرعه. انت هتعلمني شغلي؟ مفيش ولا عربيه عايزه تقف. انا مش فاهم ايه الحته المقطوعه اللي انت جايبنا فيها دي. محسوبك زغلول الابيض، مؤهل متوسط، مخترع، من اسره متوسطه وبسكن في حي متوسط. عشان كده اصحابي في المدرسه كانوا بيسموني زغلول الابيض المتوسط. وانت اسم حضرتك ايه؟ ما قلتليش كنت عايز تموت نفسك ليه يا دكتور محمد؟ اسمه مش محمد. شوف يا باشمهندس ابراهيم، مفيش مشكله في الدنيا ما وراها الستات. انا خبير وعارف الحاجات دي كويس. اكيد مشكلتك وراها ست، صح يا استاذ شوكت؟ انا حاسس ان في خيانه من واحده ست، واكيد مراتك اللي اسمها فريده، صح؟ ايه ده في ايه يا استاذ فهمي؟ مراتي دي ما تجيبش سيرتها على لسانك يا حيوان. ايه ده انت محموق قوي على واحده خاينه، دي خاينه يا جدع. قلت على مراتي كده. اوعى تضرب، وعلى ضربت حضرتك والمصحف ضربت حضرتك. الحركات دي نهرشها كويس. الحساب يا انت هو. ايه يا ده هو بيعملنا على ان التباع بتاعك ولا ايه؟ بس ايه الزيتها والزنبليطه اللي بتعملها دي؟ هيكون حسابك كام يعني؟ ادفع له. مين ده اللي يدفع له؟ انت. وانا معايا فلوس منين عشان ادفع له؟ وانا ادفع له منين يا غبي؟ انا مش لسه رامي فلوس قدامك دلوقتي؟ ما انا عارف انها ايام سودة. انا اللي هدفع يعني. معيش غير 20 جنيه. حسابك كام يا اسطى؟ ما قلنا 10 جنيه وجنيه عشان الصبي. هو فين الصبي؟ انا كمان يا خالتي قلقانه، ده عمره ما عملها. عمره يا حبيبتي، انا خايفه الواد يروح مني. الف بعد الشر عليه. عيني عليك يا زغلول، الدنيا ملطشه معاك وحظك قليل. تلاقيه زغلول. اهلا يا ابي. انا جعان، انا جعان تعبان. حاضر يا ابي. بقيت الزيتونه اللي حضرتك فطرت بيها لسه موجود، ولو حضرتك تحب حاجه دسمه
في نص بقسماطه. طب يلا بسرعه. عن اذنك يا خالتي، هغدي ابي وارجع لك. روحي يا حبيبي. الدبله بتاعتك هي رميتها مع المفاتيح الظاهر يا اسماعيل باشا. ادهم يا اخي بقى ادهم. انا اسف والله، انا اول ما شفت حضرتك قلت ان اسمك ادهم والله. هو في مشاكل بينك وبين مدام فريده مراتك؟ قريت اسمها على الدبله. فريده مراتي حبيبتي، مفيش حد في الدنيا زيها. هي صحيح غيوره شويه وبتشك فيا، لكن انا برضه اللي غلطان. بس ما تاخذنيش يا ادهم باشا يعني في السؤال. شكل حضرتك كده من الناس اللي صعب يضحك عليهم. ازاي يعني انت واحده ست زي دي هي ومحامي شغال عندك يضحكوا عليك كده؟ بقول لك كانت شريكتي يا اخي، شريكتي. لا لا لا، مفيش راجل يثق في واحده ست كده الا اذا كان بيحبها. لا يمكن تكون شريكتك، بس في حاجه بينك وبينها. لا صريحني سرك كبير والله ما هقول لحد. قول لي والنبي. غلطان انا اللي حمار. لا لا لا، صلي على رسول الله، وحد الله، ما تعملش في نفسك كده. تخيل انا كنت هطلق مراتي واتجوز الست دي. لعبت بيك يا معلم لغايه ما خدت قلبك والفلوس والليله كلها وطارت. بس ازاي؟ انا كنت بثق فيها جدا، دي بنت ناس. بنت ناس؟ هم ولاد الناس كده في نظركم؟ انا من رايي يا ادهم. ايه في ايه؟ انت هتصاحبني؟ ايه يا اخي بكلم نفسي، انت مالك خليك في حالك. راكبين قطر، راكبين عربيه مع بعض. ممكن حضرتك تركن شويه بس عشان معذور وعايز افك عن نفسي. حاطط ايدك في وسطك، هي الحاجات دي فيها عوجان كمان. يا ترى يا حبيبي يا ترى خسارة اللي انت فيها دي، خلي عندك دم وابعد شويه يا اخي. ابعد انت. الله حاجه غريبه. اتفضلي. خير يا دكتور، طمني. جات لها الدخه دي قبل كده؟ من حوالي اسبوع. قول لي بقى يا دكتور في ايه؟ ألف مبروك يا مدام فريدة، أنت حامل في شهرين. حامل؟ هو ده وقته بس يا ماما؟ ومش وقته ليه يا حبيبتي؟ ألف مبروك عليكي. سلمي لي قوي على أدهم بيه، مش عايزين أي عصبية. قلب جوه مر. فول يا باشا. كويس، حاطط بنزين اهي. تفتكر بيقبلوا كريدت كاردز؟ يا عم دي بنزينه في صحراء، هتلاقي فيها فيزا وكلام من ده. يا ما انت كريم يا رب. ايه؟ يا ما انت كريم يا رب. ايه؟ مش شايف حاجه. في ايه؟ ده استنى بس اتاكد. هو والله هو عم دهب. ويطلع مين عم دهب ده؟ ده زي ما تقول ساكن في حتتنا ومربيني، وراجل جدع قوي قوي قوي. هتشوف بقى اولاد الحته الواحده لما يتقابلوا مع بعض في الغربه هيعملوا ايه مع بعض. في الغربه؟ شوف بقى، ده في واجب جامد هيحصل، في واجب جامد جامد جامد. شوف الواد ده عايز ايه، ولو فتحت بقك هفتح كرشك. عم دهب حبيب قلبي، عم دهب ازيك يا عم دهب؟ ازيك يا اخويا؟ وحشني والله. ايه اخبارك ايه؟ انت ايه مش عارفني ولا ايه؟ انا زغلول الابيض. زغلول الابيض عبقرينو. الله، مالك يا عم دهب؟ اصل احنا كنا عايزين نمون يعني، وزي ما تقول يعني الفلوس وقعت مننا في الصحراء هنا في ايه يا عم دهب؟ انت ايه بلع كله ولا ايه؟ انت ملبك في بعضك ليه كده؟ طب بص يا عم دهب، ماليش دعوه بقى، انا همون تقول لي بقى مش عارف ايه. انا همون خليك اعمل كده. كده انت اساسا نفدت بعمرك. واضح ان الاستاذ دهب عمل معاك واجب جامد 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 جامد. انا ما اعرفش الناس بتتغير في الغربه بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه، انزل انت مون وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هتصرف. لما زميلي يخش اديله كل الفلوس، ماشي؟
خدها زميلكم التالت. تالت؟ مونت بنزين؟ ايوه مونت. اطلع بسرعه. ايه الفلوس اللي في ايدك دي كلها؟ انت سرقت المحطه؟ يبقى انت حرامي بجد. يا عم مش وقت تحقيق، اطلع هيموتونا. انا لا يمكن اتحرك من مكاني غير لما ارجع الفلوس اللي اسحبها. لو عايز ترجعها انزل انت رجعها. طبعا هرجعها. عندك عليك هتدخل. اطلع. ايه اللي انت هببته ده؟ انا مش فاهم حاجه. دخلت محطه البنزين لقيت الراجل بيديني الفلوس والسندوتشات دي. انا قلت اهو رزق، استنى بقى افتح لك تاكل لقمه. يا نهار اسود، ايه ده؟ ده بومب وصواريخ. بومب وصواريخ؟ بومب وصواريخ من محطه البنزين؟ تصدق كانوا عايزين يولعوا البنزين ولا ايه؟ عاجبك كده وبيضربوا علينا رصاص، هنتصرف ازاي دلوقتي يا فندم؟ ولا يهمك، هقلبها عليهم دمار دلوقتي، هخليها جهنم الحمراء. الله نقلبها بقى صواريخ. يا مجانين، احنا مجانين رأس يالا. احنا مجانين، وهوريكم كمان اللي على الطول. قطعناهم يا استاذ. هو الناس دي بتعاملنا كده ليه يا سيطر؟ الناس دي هتتقطع على ايدي يا مر. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا كبير. انزل انزل افتح لنا الباب وعدل لنا العربية. حاضر، أوامرك يا كبير. حاضر حاضر. بالإذن يا كبير، معلش هضايقك. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لي ده؟ انا عملت ايه علشان استاهل ده كله؟ مراتي واتطلقنا، شركتي وضاعت مني، شركتي والمحامي بتاعي وسرقوني، ودلوقتي بقيت حرامي وراكب معايا في العربية حرامي. ما تغلطش. ايه بقى؟ لحد كده وكفايه قوي. انا استحملت قرفك وعنطستك بما فيه الكفايه. ايه يا اخي؟ فوق، احنا في صحراء. عاملني كويس بقى. عايزني اعمل واحد حرامي زيك كويس؟ انت خلاص عينتني حرامي. دي اول مره في حياتي اسرق فيها. وكنت بسرق ليه؟ مش عشاني وعشانك، ولا كنت عايزنا نموت في الصحراء انا وانت؟ ولما طلعت عليا النهارده الصبح من المطلع برضه ما كنتش حرامي؟ كنت محتاج اي فلوس عشان البيت ما يتهدش على نافوخني. مفيش مبرر في الدنيا يخليك تهدد حياتي وتسرقني. دي بلطجه. دي بلطجه. بلطجه. انت ما عندكش مشاكل. كل اللي انا فيه ده وبتقولي ما عنديش مشاكل؟ مشاكلك انت اللي عملتها لنفسك وبايديك، لكن مشاكل انا اتولدت لقيت نفسي مزروع لشوشتي جواه. كل واحد فينا بيحسبها من وجهه نظره وظروفه. يا ابني انا متحاوط بالمسألة. انا اتحدى اي بني ادم في الدنيا دي النهارده عنده ربع المشاكل اللي عندي. انا طبعا، انا وانت على فكره مشكلتنا واحده، الفلوس. بس انا قلتها وانت كترتها. فين هي كترتها دي؟ ما تبطلوا حسد بقى. عم انا ما بحسدكش، انا عايز اقول لك انك عايش في نعمه ما انتش حاسس بيها. انت ما شاء الله معاك عربيه لو بعتها هتحل مشاكل جيل. انا عارف ان النقاش مع امثالكم لازم تقلب لصراع طبق. انتوا اللي خليتوها خل. انتوا اللي عمالين بتطلعوا فوق واحنا بننزل تحت. لما قربنا نختفي الطبقه المتوسطه هتختفي، ولو اختفت هتبقى هي دي النهايه. انا مش عايزك تفهمني غلط يا بيه. انا عمري في حياتي ما بصيت لعيشه حد. مره زمان رجعت من المدرسه لقيت امي طبخه عدس. دبدبت برجلي في الارض وقعدت اعيط وقلت مش واكل، ما بحبش العدس. راحت امي فاتحه الدولاب ومطلعه الخرزانه بتاعت ابويا الله يرحمه، واللي لما كنت اغلط يلسوعني بيها لسعه، وضربتني حته علقه وقالت لي ياك اسمعك تقول على نعمه من نعم ربنا ما بتحبهاش، ده البطران سكته قطران. قلت لها يعني ايه يا امه؟ قالت لي يعني اللي بيتبطر على النعمه بتزول من وشه. من يوميها والله لو كلت لقمه بمشي ببوس ايدي وشي وظهري واقول اللهم دمها نعمه واحفظها من الزوال. انا راضي بعشت قوي يا بيه، بس الظاهر عشت هي اللي مش راضيه بيا.
يا اخي بص حواليك، احنا في صحراء، وانا قدامك اهو، لا مال ولا جاه، يعني بقينا زي بعض، بقينا متعادلين. لا حاسب يا بيه، متعادلين ازاي؟ انا اغنى منك طبعا، انا معايا فلوس، انت فقير دلوقتي. طب اسمع، بما انت بقى معاك فلوس، انا ميت بالجوع، ايه رايك تعزمني على اكله يا زغلول؟ استاذ زغلول لو سمحت، انا معايا فلوس، انا مسيطر اقتصاديا ومسيطر سياسيا، نحترم بعض شويه. خد بالك. شكرين يا كرمان. العفو يا اخوي. البنت دي يعني امان بجد؟ البيئة أمر بحاجة؟ اي سندوتشات وواحد قهوه ليا. بالمناسبه ممكن تضحكي شويه وانت بتقدمي طلبات. لا مؤاخذة يا بيه، تؤمر بحاجة تانية؟ ايه يا حاجه، هو انا مش معاكم ولا ايه؟ لابس طاقية اللخفه مش باين يعني؟ ما تقول لي ياما أحسن. اسمي كراميلا، طلباتك إيه يا اسطى؟ يا اسطى الله، روح هاتي لي كوبايه شاي وسندوتش، وما تنتظريش مني بقشيش يا ابله باستيليا. وفر بقشيشك لنفسك، البركة في الباشا. ايوه واضح قوي ان البنت دي عينها منك فعلا. يا عم سيبها يا بتضحك على ايه؟ ما تضحكني معاك. بضحك على الدنيا وافعالها. قال انا الصبح هجمت عليك عشان اسرقك، ودلوقتي انا اللي بصرف عليك. طب والناس دي مش عاجبك؟ اللهم اجعله خير. يا تعرف يا زغلول، انت راجل طيب قوي بس فقري. طب طيب دي وعارفينها. ليه فقري؟ يا راجل حد برضه يهجم على العربيه عشان يسرق صاحبها؟ طب افرض ان صاحبها ده كان معاه طبنجه ولا ضابط بوليس مثلا، كنت عملت ايه؟ يا بيه اللي بيفكر يعمل حاجه غلط ما بيحسبهاش قوي كده. يعني كنت متوقع تلاقي معايا كام مثلا؟ 1000 جنيه؟ برضه فقري. المثل بيقول ان سرقت اسرق جمل. يا بيه انا لا عايز لا اسرق لا جمل ولا عايز اسرق معزه، انا كل اللي عايزه 375 جنيه فلوس الاستشكال علشان بس البيت ما يتهدش علينا. ولا زغلول، مشاكلك دي كلها تتحل بكام يعني؟ عارف يا بيه انا لو معايا 20000 جنيه، لا استنى، لو معايا 30000، لا 35000، 47000 ونص. يا سلام لو معايا 47000 ونص، مشاكل الدنيا كلها تتحل عندي. امال لو جالك نص مليون جنيه تعمل بيهم ايه؟ نص مليون جنيه؟ يما ده انا كنت سويت بيهم الهوايل. انا كنت عملت اللي محدش عمله. اول حاجه ادفع فلوس الاستشكال واصلح البيت، وبعدين اوضب اوضه كده في شقه امي واتجوز انا والبت اوفه، واعمل فرح للبت اوفه ما حصلش اعزم فيه اهل الحته كلهم. البت اوفه دي صبرت معايا كتير قوي اصلا. الله اعمل فرح كبير بقى واجيب فيه عوالم، واعمل اوبن بوفيه للحاره كلها، سندوتشات كده، جبنه رومي كده وجبنه بيضه وحلاوه ولانشون وروز بيف، كل واحد معاه ازازه سيفن كده يشربها لوحده كده، يبقى مبسوط كده. تمام كله كده. طب واللي يجيب لك نص مليون جنيه لغايه عندك؟ في ايه يا بيه؟ ابص ايديك ما تنشفش ريقي اكتر من كده. دي السندوتشات دي متاكله قبل كده ولا ايه؟ وبعدين بقى احنا مش اتفقنا انك تضحكي في وش الزباين وانت بتقدمي طلبات؟ معلش بس أنا مخنوقة قرفانة ومش طايقة نفسي. لا ايه ده قرفانه ليه كده؟ مالك متضايقه ليه؟ إلهي يسترك يا بيه، تشوف لي الشغلانة تخلصني من المكان ده، أنا مش عايزة أقعد هنا تاني خالص. والمكان ده ماله بقى؟ مدعو خطير، إلهي يشك في الرقبة، ده بلطجي قوي ومنشف دمي ونفسي أخلص منه من عيشته. ده شراني قوي يا سعادة البيه، وأنا طيبة وغلبانة مكسورة الجناح. خلاص يا بنت سيب الموضوع ده عليا، روحي بس هاتي لي كوبايه ميه. حاضر يا اسطى. ايه حكايه النص مليون جنيه دي؟ شوف يا زغلول، في موضوع هقول لك عليه
ولو اتفقنا على الموضوع ده هديك نص مليون جنيه. يا عم بص ايديك، خش في الموضوع على طول بقى، ما تنشفش ريقي اكتر من كده. انا اقول لك، انا هنروح الشركه بتاعتي هنسرقها، هنخش وهنفتح الخزنه عشان اخد كل الاوراق والفلوس بتاعتي. الاوراق والفلوس بتاعتي لو رجعت لي هديك نص مليون جنيه. انت ايه مفكرني حرامي يا بيه ولا ايه؟ سرقه تاني؟ يا سيدي دي مش سرقه، انا اللي سرقت وعايز ارجع حقي. انت دماغك كويسه وعايزك تساعدني. العربية هتدوس. هي دي العربية بتاعت العيال اللي رموا علينا القنابل؟ ما خدتش بالي الصراحة أنا. هي كده وقعوا. العيال دي نهايتها على ايدي النهارده. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا كبير. ازيك يا كراميلا؟ ازيك يا مار؟ ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا فندم؟ عم محمود بعافيه وفي زباين كتير، اعمل ايه يعني؟ يا خلاص كلامي ما عادش بيتسمع. الله، يعني اعمل لك اسم المسرح لوحده؟ يعني تسمعي كلامي، انا قلت مفيش سهر بعد الساعة 3:30. عربية مين اللي راكنة صفرة بره دي؟ بتاعتنا طبعا. ايه يا جماعه القلق اللي انتوا عاملينه على الميس ده؟ انا ما عملتش حاجه، انت دايما اهو بتسوي عليا. سيطرة اهو. عايز افهم حاجه، يعني مش غلط لما تتشطر على حرمه كده، مش يبقى في دم شويه؟ مين ده اللي بتسمحي له يعمل لي كده؟ خطيب. شراني؟ وانت ليه ما تسمعيش كلام خطيبك؟ مش بطل مشكله الدماغ اللي انت فيها دي؟ خلاص هي من هنا ورايح هتعقل يا شراني. تعقل ايه؟ قطع. انا قرف. قطع بلا قرف، دي بتقول لك قطع بلا قرف. فلوس فين يا؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ ايه يا؟ ايه ده؟ ايه؟ كده غلط عالظلط. الفلوس. ايوه مش بنسأل البيه الشنطة فين يا بيه؟ اللي فيها الفلوس. انهي فلوس؟ الفلوس اللي الشنطة اللي فيها الساعة الذهب والألماس. جوه. ليه؟ قلت قدامه، ما هو كده هيخش ياخدهم. خش. اوعى! 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 اجري! قطعناهم يا معلم. ده احنا بقينا اجرام على حق. يلا نعتبرها بروفا لسرقة الشركة. ايه يا عم، ما بالراحه شويه. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ايه يا بنت؟ انت هتقعدي تنط لنا كل شوية ولا ايه؟ حظي الاسود، اهرب من عصابه، اقع في عصابه اسخن منها. عصابة؟ احنا عصابة؟ من فضلك من فضلك انزلي من العربية دلوقتي حالا. استنى يا معلم استنى. ايه في ايه؟ سمعت كل حاجة، الشركة والسرقة. استنى نشوف هنتصرف ازاي. في ايه؟ عموما ما فيش مشكله، انا ماشيه. بس بقول لك ايه، انا سمعت كل حاجه عن السرقه وهروح ابلغ، ونمره العربيه اتحفرت هنا اهو، طريقكم اخضر. يا شنطتي فين؟ استنى يا بنت. نعم. بتهددينا ولا ايه؟ ما بنتهددش احنا. انت مش كنت عايزه تشتغلي معانا؟ ايوه. انا هشوف لك شغلانه، بس انا غير البشر الزباله اللي كنت تعرفيهم دول خالص. انا الخيانه عندي بقطع رقبه، الكلام اللي اقوله يتنفذ، فاهمه ولا لا؟ عيب يا اسطى. مفيش اسطى، اسطى ايه وحاجات. انا من هنا ورايح باش مهندس. قولي لي يا باش مهندس. حاضر يا باشمهندس. كلامي يتسمع. هاتي قطه. مش وقت. مش هتسمع الكلام برضه. بقول لك ايه؟ نعم. الخطه اللي انا حاططها محتاج معايا واحد تالت، والبت دي باين عليها واخده على الحركه والجري وشكلها مرزق كده. انا هستغلها معايا في الخطه. خطة ايه وزفت ايه؟ باين انك هتودينا في داهية. هي كلمة ورد غطاها يا أستاذ. واثق فيا ولا لأ؟ لا طبعا. يبقى خلاص سير على بركة الله. ما دام مش واثق فيا ربنا هيكرمك. كابي. ازاي بره البيت؟ دي صياعة. والله ابدا يا ابيه، زغلول اخلاقه زي الفل، ملوش في الحركات اللي بيعملها الشباب الطايشين اللي زي حضرتك. حكاية تراجيدي قوي يا مدموزيل. كراميلا. كراميلا. ولا نفعت في دراسة ولا نفعت في حاجة، وبعد ما طفشت عرفت ان امي ماتت بحسرتي، ما بقليش حد غير العربي. هو انت على طول سيرك كده كلها تراجيديات؟ ربنا يكفينا شر التراجيديا، كفايه خلصنا من اللي اسمه عرابي والاخ المر ده. ما تجيبش سيرتهم تاني بقى. مش العرابي، اسمه العربي سيطرة، والتاني الفشة اللي معاه ده اسمه المر بزيادة. وخلي بالكوا بقى، لو حطوكوا في دماغهم مش هيسيبوكوا، دول مجرمين قوي. لا تكوني مفكراني من شبان مامي وبابي واخواتي بيفطروا مربى يوماتي ولا حاجه. لا يا بنت، ساعه الاجرام بنبقى مجرمين برضه وبنخلص وبنصد. ما هو لسه ظرفينهم علقه دلوقتي. يلا
انزل. طيب مش ليه يا كراميل؟ ليه؟ يقول عليك العربي يا بت. ده انا بحبك يا بت. ما انت ايدك سابقه لسانك يا عربي. زميلك اللي معاك فين؟ انا ما عنديش زملاء هنا. يا رب ما يا يشوفونا. عم زميلك اللي معاك فين؟ ما تجننيش يا عم. يا رب ما يشوفونا. قلت لك ما عنديش زملاء هنا. انت ايه؟ اطرش؟ انا مين؟ اطرش. يا عم زميلك يا عم القصار ابو نضاره. زميلك اللي ضربني بالغرزه. هو مين يا عم؟ يا عم بقى حرام عليك، انت بتعاملنا كده ليه يا اخي؟ ده يا عم بقى لنا ساعتين بنجري وراك. وجع لي وداني. يا رب ما يشوفوناش. يعني خلاص توبت يا بت. خلاص يا عربي، توبه من دي النوبه. طب والواد اللي كان معاك في العربيه؟ تلاقيه لسه في العربيه. والنعمه ما اعرفهم قبل كده. من غير انفعال نزلت اهو نزلت. انزل اهو نزلت، ما انا نزلت اهو. ارجع. انا حاضر ارجع. هرجع. ايه في ايه؟ انزل. انا نزلت. انزل ايه؟ انزل. اعمل ايه؟ انزل. اسكت. حاضر. انزل. امبوسيبل. كلمني رد عليا. انزل. الجينز يتوسخ يا حيطه. ايه؟ الجينز يتوسخ. ما بتكلمنيش ليه؟ بيقول لك الجنس يتوسخ. انزل تاني. انزل انا بطبلك. انزل. طيب انزل. خلاص. انت ما تسمعش كلامي ليه؟ والبيت طويل هو رئيس العصابه، والتاني ابو نضارات اللي معاه ده صبيه. وهيسرقوا سرقه كبيره قوي يا عربي. الفات يا عربي الفات. السيطره. اعمل فيهم ايه سيطره؟ اعمل فيهم اللي انت عاوزه، انا مش فاضيلك. لا والنبي يا عم سيطرة الله يخليك، قول له يعمل ايه بالتحديد. ده عبيط ومتهور وممكن يعمل اي حاجة. لا ما تسيبوش كده ياخد القرار لوحده. ده بيترعش. ده هيتف علينا. الحق بقى. ولا ما تستهبلش بينا يالا. ما تستهتر. انت ما تعرفش انا مين ولا ايه؟ المر بزياده والعربي سيطره. ملوك الصحراوي اللي خلينا الصحراء في عز الليل دول. طب انت بتعمل ايه؟ يا عم انت بتعمل ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم. انا عملت كل اللي ربنا قدرني عليه. ولا بتقدرش مشي. بعدين تعالى ورايا. فين بس؟ خرمالة ازيك يا خرمالة؟ سبتهم وجيت. طب اعمل ايه طيب؟ سبتهم وجيت. اعمل ايه طيب؟ يا عم بابا وجيت. ايه ده؟ انا مجنون. اوعى حد يتحرك. هتحرك هفرج المسدس ده في نافوخه. احنا ملوك الصحراوي الجداد. زغلول سيطرة وادهم المر. حربتك جامد على الارض يا مفيش مشاكل يا كراميل. الكلام. خد راحتك. احنا ملوك الصحراوي الجداد. بس انتوا هتفكونا امتى بقى يا سيطرة كراميل؟ وادهم المر. احنا اللي خلينا الصحراء في عز الظهر ليل. عز الليل ظهر. احنا الجداد يالا. ماشي. احنا الكلام الجديد يالا. ماشي يا سيطرة. انت هتضربني انا بالرصاص؟ انت حمار يالا. تلتين يا زغلول. لا زغلول سيطرة وادهم المر. ادهم المر هيموت جتكليلة. بس بقى ما تهزقنيش قدام العصابة. على فكرة بقى انت ذنبانة. اسكت يا افتح خلي. دورة معايا يا بت. مين اللي هيسوق العربيه؟ انا طبعا. ومين ازاي؟ قصيرة بغدارة. بقول لك يا بت انا اعصابي بايظه. تعالي سوق انت. اطلعي بسرعه. يا لهوي، ده انا بقالي كتير قوي ما سوقتش. ودي ايه دي يا اخويا؟ الدبابه دي ولا ايه؟ احنا بتوع الدبابات وساعه الاجرام بنبقى مجرمين قوي. انا جسمي كله منمل. انا خايف لاموت. بعد الشر عليك يا بيه، ان شاء الله عدوينا. يا ادهم باشا انا لما نوصل البيت هدوهولك بنفسي. ده مش محتاج حاجه خالص، ده خربوش. عايز ايه يا 3 سنتيمتر مكعب من الميكروكروب حتى وانت مجروح. النمرود نمرود. ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا كبير. والله يا ماما بحب. وهو يلاقي ضفرك. بس انت برضه غلطانه. الرجاله ما بتحبش النكد. كل الرجاله كده. يعني ايه؟ ما غيرش عليه. انا مش عارفه هو فين لغايه دلوقتي. حاسه اني هتجنن. بقول لك ايه، حطاني على اليمين خالص علشان العربيه ما تسدش الحاره. ايوه اركني هنا.
سيب الشباك حتى مفتوح، دي منطقتنا عادي. نقوم الصبح اللي هي اتسرقت عادي. الحمد لله على السلامه يا ليلى. حد ينضف لي الجرح بسرعه احسن يتلوث واتثبت. طيب يا عم مش بجيب لك شنطتك بتاعت الهدوم دي للخمانه؟ على مهلك بس. يا لهوي، هو ده البيت اللي بتقولوا عليه هيقع؟ بقول لك لا 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 يا اخويا لا، انا لسه في عز الشباب، انا مش طالعه معاكم. خلاص عنك ما طلعتي، عايزه تروحي روحي دلوقتي، يلا احنا. لا مش هروح وعلى قلبكم. خلاص يبقى تطلعي بادبك وما تفضحيناش في الشارع وقدام امي والبت اوفه. انت مرات ادهم بيه، فاهمه ولا لا؟ فاهمة. يلا بقى. اتفضل يا بيه بس بالراحه بالراحه بالراحه. هو ايه ده يا اخويا؟ البيت ده بيرقص ولا ايه؟ انت جيت تسالني ايه ده؟ لا 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 دي وفاء خطيبتي. مساء الخير يا وفاء. مساء النور يا حبيبي. انت على فكره قلقتني قوي عليك. يعني هي شغل بقى. دول في يا بنت، في يا بنت هتحققي معايا على الطلاق منك بالثلاثه لو ما دخلت دلوقتي وانت حره. استنى مش لما تبقى تدخل اول لما تبقى تدخل، ده انت بقيت قليله الادب ومش طايق اللي يربيك. خش جوه بنت بدل ما مد ايدي عليك. خش جوه عندك. وايه ده كمان؟ ما تخافش يا ادهم بيه، الموبايل بتاعي. ايه يا عم صابر؟ انا ما اسمحلكش تمد ايدك على اختي، هي مالهاش رجاله. طب اهدى بس. يا عم في ايه؟ ما تعصبنيش. الله، هو بيعمل كده ليه؟ لا ما تخافيش، ظبطه على الفايبريشن. بقول لك ايه يا عم صابر، خد اختك واتكل على الله، علشان الناس ديت ناس كبيره وجايين نعملوا معانا شغل مصلحه للبيت واختراعاتي وحاجات كده، فمش عايز اختك تبوظ الشغلانه. خدها وخش جوه. خش جوه يا بنت. تحت امرك يا ابي. عشان ما تزعلش مني لما اسربك تاني بقى. احنا متاسفين يا زغلول. لا انا واخد على كده يا سعاده الباشا. ارمي اللبانه دي من بقك وامسك الشنطه دي بقى، اشتغلي بقى، مش هينفع كده. افتحي ياما. كنت فين يا زغلول؟ شغلتنا عليك يا حبيبي. لا مفيش حاجه يا ماما. ادهم باشا من رجال اعمال مصر ومن راجل من اغنياء مصر، وكراميلا هاني مرات ادهم باشا جايين بس يريحوا عندنا النهارده. اتفضل يا ادهم باشا. اهلا يا خالتي، انت وحشه. مفيش هانم تعمل كده ابدا. اتفضلي يا ماما. اتفضلوا اهلا وسهلا. اتفضل يا بيه، اتفضل يا بنتي. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. ارجو يا هانم ان احنا ما نكونش متسببين لك في اي نوع من انواع الازعاج. لا يا حبيبي مفيش ازعاج ولا حاجه، اتفضلوا ده البيت بيت. ميرسي يا هانم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلي يا نسيت فضلك يا حبيبتي. يا بنت بطلي كل اللي في دماغك دي. ماليش دعوه، برضه عايزه اعرف الست دي تبقى مين. مراته، وده راجل غني جدا وهيشاركني في كل شغل ان شاء الله وهيشتري مني كل اختراعاتي. روحي بس انت دلوقتي هاتي لي قطن وشاش وميكروكروم. ليه؟ اصل هو جاي الظاهر اتخانق مع مراته فالجاكيته قفلت على العربيه، يعني متعوق. هاتي لي بس حاضر، بس يا ريت يا زغلول، يا ريت تبقى صادق. مش وقت نحنحها. خش بقى. هم راحوا فين يا؟ يريحوا شويه. يريحوا شويه؟ دول خلفوا يا. مش ممكن، ايدي هتتقطع. الله 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 الله. انت بتعملي ايه؟ بقلع هدومي في حاجه؟ ليه بقى؟ الله، عشان انضف لك الجرح. يا سلام، وانت ما تعرفيش تنضفي جرح لما كنت قلعه؟ يوه، امال حملك ازاي؟ وبعدين بقى في الليله مش هتعدي على خير دي. بتعمل ايه يا ولد؟ استني بس ياما. وتبص على صاحبك ومراته وهم نايمين؟ نايمين دول لسه هيناموا ياما. يا واد اختشي اختشي. ياما استني عليا، انت ما انتش فاهمه حاجه. من خرم الباب يا واد. قد اللي كان ناقص. الحاجة زغلول. استغفر الله العظيم. انت بطلي الحركات. تعالى يا زغلول خش، واقف كده ليه؟ ده احنا في بيتك. خش يا مدمزيل وفاء. انت بس. لا الشاش والميكروكروم لسه حاجه عشان غلط كده. اخص عليك يا زغلول، ما كنتش اتوقع ان انت راجل زي بقيه الرجاله. ايه؟ قصدي ما كنتش اتوقع ان انت راجل عينيك زي كل الرجاله. انا زي ايه بس يا بنت؟ انت مكبراها ليه كده؟ انت ما عندكيش حاجه شفتش كده زي اللي لابساها كراميلا بدل الجنينه اللي انت لابساها لي دي؟ وايه التقفيزه دي؟ لا 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 عيب. يا بنت عايز اشوف حاجه بس. لا 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 والله العظيم عيب. يا بنت مش حاجه، هشوف حاجه بس بقى. انت متخيل ان انا ما عنديش مشاعر؟ انا ممكن اشمر الكومه ده يعني حتى يعني. انت بتلعبي حديد ولا ايه؟ خلاص خليكي زي ما انت عشان ما تبرديش. اقفي بقى زي ما بصي. ايه يا بنت وانا بديكي ابره؟ تبوسني؟ تعرف ان دي اخلاقي؟ انت متخيل
ان احنا حتى لو اتجوزنا هسيبك تبوسني؟ يا زغلول ياه. ابقى اقلع النضاره. ليه؟ عشان لما ابي يجي ويديك بالبنيه الازاز ما يدخلش في عينك. ابي ابي اللي شبه القلم الرصاص ده المقصوف ابي بقى كل الوجع ده كله على الفسفوسه دي؟ اما عجايب. زغلول اصحى يا زغلول، ساعة الصفر بدت. 0 hour the final countdown. ايه ده كل دول هيبقوا معانا؟ مش عايزين لمه. يلا زغلول اتأخرنا. ايه مالك؟ حياة ابوك سرحني. اوعى يكون حصل حاجه بينك وبين كراميلا بجد يعني. انت جننت في مخك بالشرفي ولا حتى لمستها؟ لا مش عشان حاجه، بس احنا رايحين نسرق ومش عايزين البركه تتقل عشان طب يلا. ناكل لقمه وبعدين ننزل. ما ناكل تحت. لا تحت ايه؟ انت عندنا في البيت عيب، لازم ناكل عيش وملح، الحاجات دي عيب قوي. اتفضل. عارف يا مر؟ لا مش عارف. عارف اوحش 3 حاجات في الدنيا ايه؟ ايه؟ حاجتين. ايوه صح عندك حق. النسوان. انت مش صوتك حلو يا ابو علي؟ سمعنا اغنيه راحت عليك يا خفيف قوي. هنا ملطشه امر للنسوه اللي ما يسواش. عندك حق يا سيطرة. العيال دي بس حد يراقبني عليهم. وهنعمل فيهم ايه يعني؟ اي حاجه بس تدلنا عليهم. اي حاجه. وهنجيب الحاجه دي منين يعني؟ ايه اللي في ايدك ده؟ ده كارت وقع من البيت طويل وهما بيربطونا. تاخد حته؟ يا نهار ابوك اسود، معاكوا ساكت. ده في نمره المكتب ونمره البيت وقعوا في ايدي. يلا بينا. سمحت يا عم، سمحت يا عمو. مش هينفع يا ريس. ايوه يا ابني، عايز حاجه؟ يا مسبتي بقى ده منظر ابني برضو، مش حرام عليك؟ بتعمل ايه؟ الله يخليك يا ادهم بيه، سيبني بقى اخد وقتي في الخطه. الله يخليك انا فاهم انا بعمل ايه بس بقى يا عمو، هي دي الحدوته. حدوته ايه؟ انت عماله تحكي مع الراجل مش سامعك اساسا. لا قلت دلوقتي يلا اخلعه. احنا حراميه؟ طلع الفيزا كارت يا باشا، ولا احنا في الصحراء هنا؟ انا اعتقد ان انا قلت لك البت دي هتعرنا، يعني ما كانش صح ان احنا نجيبها معانا. انا فاهم شغل كويس، سيبني بس، البت دي مرزقه والله وهتنفعني. انتوا بتقولوا ايه؟ مش مستريح لك وانا بهديه، مش كل شويه تخش كده في الكلام. فيزا كارت. لا انت تسيبها له بقى وبعدين نرجع له بعدين براحته، عشان انا هنبات هنا والله. يا رب ده هيروح البنك. ما تيجي ننزل نسأل عليهم يا سيطرة. قلت لك اسكت. دولكم. يلا بقى يا ابني، انت بتعمل ايه ده كله؟ بتولد؟ ما تخلص بقى، ده احنا لبسنا في 5 دقايق.
جوه. سيبوني في اللي انا فيه. بس بقى مشيت البطه. 1 2 1 2 1 2 1 2. يلا يا بني ادم. جاي اهو. طب ما تيجي ننزل وراهم ونزنق عليهم يا سيطرة. لا احنا نسيبهم لما ينزلوا احسن. اساسي. في ايه؟ اكلتوا ايه؟ جالنا بلاغ ان في تسرب غاز طبيعي جاي هنا من المجاري. ايه ده؟ ايه ده؟ الغاز مالي الحته. الغاز مالي المنطقه. بس انا مش فاهم حاجه. ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ سيجاره! سيجاره! سيجاره مجاهدين! اطفيها! 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 كمميها قبل ما يموت! كمميها قبل ما يموت! يلا صبلوت خليك انت كملها خليك انت. عينك على المونيتور على التلفزيون، راقبينا في كل حركه من تحركاتنا. طيب بس ما تعوقوش. ايه ابن المجنونه ده؟ اسمع. ايوه دي فرصتنا. ورايا. لا انا اللي حاطط الخطه. انا اللي اقول ورايا. خد نفس عميق. كل حاجه معمول حسابها. قاعدة التنشين أعلى سن نملة الدبانة مع أسفل منتصف الهدف. انت دوست على عرسه ولا ايه؟ وطي صوتك. اسمع. ايوه انا هعد 1 2 3 واقول لك يلا يلا. لا انا اللي حاطط الخطه وانا اللي اقول لك يلا. انت تعد وانا اقول يلا. طيب جاهز؟ 1 2 3 يلا. ده بالك انت. انا مش قلت 1 2 3 وانت قلت يلا؟ ما قالتش ليه؟ انا كنت مفكرها بروفا. بروفا دي يلا. انا اللي اقول يلا. يلا. اقفل الباب. الخزنه فيه 3. بتعمل ايه؟ بص ايديك سيبنا اشتغل كل حاجه معمول حسابها في الخطه. اهدى بقى. حافظ الارقام؟ ايوه استنى. غيرت الكومبينيشن. كومبينيشن؟ انت ايه هتفتح تواليت ولا ايه؟ كومبينيشن يعني الكود الرقم السري يا غبي. نهار اسود كده احنا دخلنا الارقام كذا مره غلط. يعني الخزنه دي بقت لوكت. ايه لوكت دي؟ يعني مش هتفتح ابدا يا ضبش. مش هتفتح كده في وشي بتقولها لي. في وشي اهدى شويه. اهدى ما توترنيش ابص فيك.
شغل يعني كده. هتعمل ايه؟ استنى بقى. لو انت مظلوم ربنا هيوفقنا في الفكره دي. لو انت اللي ظالم شريكتك يبقى انا وانت هنشوف ايام سودة. نفك دايره الكهرباء ونرجعها تاني. يا ابن الكميه اتفتحت تاني. انت مظلوم. استنى والله انت مظلوم. اسمعني استنى. هي كانت بتقول ان اهم يوم في حياتها يوم ما كتبنا العقد انا وهي بتاع الشركه سوا. ده كان يوم 16/12/98. قرب 16/12/98. الحمد لله فرق الشارع كله موجود. برافو عليك يا عم. انت فعلا عبقري. لو ماما شافت بقى من دول هيغمى عليها 38 سنة. طبعا لو الشركة كله موجود كده عارف ارجع حاجة بمنتهى السهولة. الشنطة عشان نحطه في ايدي. يلا شيل شيال في محطة مصر. وانا ما كنتش انا اللي حاطط الخطة. احترمني شوية يعني. يلا يا بني آدم يلا. ده ما يفتحش. ايه؟ الباب ما بيفتحش. يبقى انت ظلمت شريكتك. الست دي مظلومه. انا ايه اللي خلاني اشارك في الجريمه دي؟ مش هعرف احكيلك. مش هعرف احكيلك. من غيري كنت هتتعكشوا. تتعكشوا؟ ايوه كلمه بلدي معناها تتقفشوا. شيل يلا. البنت دي مرزقه وهتنفعني. انت ظلمت الست دي. اي حركه هضرب في المليان. والله العظيم يا باشا مالية دعوه. ده هو اللي حط الخطه وهو اللي بيقول يلا. انا؟ انا ما اعرفش اقول يلا. لا انت قلت يلا. عزيزي المستمع، اذا عرفت جاني اتصل ب 0900. اكتب النمره. الراديو يا اهبل. راديو ايه؟ ما هو راديو وقف معانا ليه كده؟ يا حلاوه، ده فستان المدام زي الكحك عليا. كحكه؟ انت ايه في فرن؟ بس الشرز ده زي الفل. انا مستنياك تعالى. عايزين مني ايه؟ اوعى حد مد ايده. سيبني عليه المره دي يا سيطره. اوعى تسمع كلامه يا اخ سيطره. فهم الاخ المر بالزياده ده ان المدينه غير الصحراء. هو ايه؟ لازم يتضرب كل 6 ساعات زي الانتبيوتيك؟ فهمه يا سيطره. مش عايزين نرجع لايام الصحراء. المره دي انا مش هقتلك. انا هخليك تتمنى الموت ومش هطوله. انا هخليه طوله. طب امنوا بالله انتوا الجوز كدابين وهنرجع. ولا الفلوس في الشنطه فين يا ولا؟ الفلوس فين؟ سيبني افهمه بمعرفتي. ولا الفلوس فين يالا؟ لو ابو الهول نطق انا نو. ولا ما تزعقش. سامحني يا رب. والله يا رب انت عالم ما كنت هعمل معاها حاجه. انا كذاب، انا بق بس يا رب وانت اللي عالم. لسه واخد حمام سخن وحاطني كده في البرد معلقني. هيجي لي انفلونزا يا رب.
انتقم لي من العربي سيطرة والمر بزيادة. ايه العربية دي؟ زق يا مر. الحقوني هقع، الحقوني هموت، الحقوني يا ناس. انا هنا، انا هنا. مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ الحرامية ولاد الكلب، بس انا مسامحهم، انا سامحت كل الناس. الله يخرب بيتك، طب وانا اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ انا اللي اعمل ايه؟ انا اتعلق. اسكت خالص وركز معايا. شوف انا هعمل ايه. انا هعد من 1 ل3. بعد كده هفتح الباب والحق الملايه. استنى وحاجات ابوك مش سامعك، والله ما سامعك. الكلاكسات تحت صوتها عالي قوي. خفوا الكلاكسات شويه. عد واحده واحده. سيب ركز. الملايه لا، الملايه بلاش. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فلوسي فين يا ابن اللذينة؟ استنى عليا يا أدهم باشا. فلوس إيه؟ الفلوس أنا شلتها. هم خدوا الشنطة فيها شوية مخدات على شوية فوط وشوية ورق من بتوعك ما يلزموش. ورق من بتوعك ما يلزموش؟ يا نهار أبوك أسود، الورق ده فيه كل أملاك يا بني آدم. أقول لك حاجة، حطني على الكرسي واسألني بقى، أنا تعبت. بقول لك الورق اللي معاهم أهم من الفلوس. وأنا شايف إن الفلوس أهم من الورق، وحياتي أهم من الفلوس وأهم من الورق. طب مد بلاش مضى عشان نلحقهم. نلحق مين؟ ما إحنا معانا الفلوس. أنا مش فاهم. أهو. بتعمل ايه يا مر؟ بحاول افتحها يا عم. يا عم الرابع فك وخلصنا، ولا مستني يعني حد يفتح لك الباب من جوه؟ صحيح. ايه ده؟ انا فتحت باب حمام ولا ايه؟ دي مليانه فوط وصابون. فوط وصابون؟ فلوس فين يا باشا؟ معرفش انا ربنا فين هزود ولا ما عليكم الدنيا تمام ولا لا؟ ما تزعقيش يا خربانه الدنيا ليل. هنا هم بيضربوها كده ليه؟ يا سلام، صعبان عليك قوي. وانا ما صعبتش عليك وانا متعلق في الدور ال80. خليك واقف هنا لما نشوفها هترسى على ايه. الفلوس فين يا بنت؟ الورق ده يلزمك يا سيطره؟ لا بطلته، ارميه يا واد. الفلوس فين يا بنت؟ في ورق تاني يلزمك ده يا كراميلا. اتنيل على عينك وارميهم. ودول ما يلزمونيش في حاجه. يا نهار اسود، يا نهار اسود، دول بيرموا الورق بجد. يا عم استنى بس، كويس انهم بيرموه يبقوا مش حاسين بقيمته. سيبهم لغايه ما يمشوا وبعدين نروح نلمه براحتنا، ما توترنيش بقى. اسكتي خالص. استهدي بالله، استهدي بالله يا كراميلا، احنا عملنا لك حاجه. استخبى بوليس. بص يا بنت. الحقني يا باشا، الحقني. خطفني يقلبوا عليا. ما اعرفهمش يا باشا، ما اعرفهمش. خدوني جابوني من الشارع الضلمه. يلا انزل. خدوني من الشارع الضلمه يا باشا. انزل لم معايا. سيب الفلوس في العربيه كده. فلوس ايه يا متخلف؟ ده اهم من الفلوس. اطمنت يا عم، كل حاجتك سليمه اهي. لا لسه، لازم الغي عقود الشركات والتوكيل وامنع ناديه من السفر قبل ما تهرب بالفلوس بتاعت القرض. والله بقى يا بيه دي مشاكلك انت وهي. المهم عايزين نلحق نقعد في اي حته علشان نعد الفلوس واخد النص مليون جنيه بتوعي. نص مليون جنيه بتوع ايه؟ حقي. ايه؟ ناوي ترجع في كلامك ولا ايه؟ انت اتجننت يا ابني، دي فلوس القرض لازم ترجع البنك حالا. يا سلام، وانت ايه فجأة ضميرك كده صحي؟ ما كانت من شوية الفلوس دي هتتهرب بره البلد. سيبها بقى مرة واحدة تتهرب جوه البلد. اديني الفلوس دي والا بشرفي هقتلك. لا مش هتاخدها قبل ما اخد حقي. بقول لك هقتلك. اوعى هقتلك. بقول لك اديني الفلوس دي يا اخي ملعون ابو الفلوس اللي تعمل في صاحبها كده.
شوفي، انا من امبارح النهارده عرفت قيمه اللي ربنا اداهولي. مراتي اللي بحبها وابني بنتك وبيتي اللي ما اقدرش استغنى عنه ابدا. ده مش كلام، انت مش قادر. من النهارده ده كلامي. وايه اللي حصل من امبارح للنهارده؟ زغلول كده برضه قلقتني عليك. ما عرفتش اعمل حاجه يا وفاء، ما عرفتش اعمل حاجه والمهله خلصت وهنعيش في خيام الايواء باين علينا. امال فين ادهم بيه ده؟ ادهم بيه؟ ادهم بيه ده ايه؟ ادهم بيه ده ايه؟ ما حدش بينفع حد خالص دلوقتي، والناس نايمه على ودانها، ما حدش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها. معلش ولا يهمك، ده انا حتى امبارح حلمت لك حته حلم. ابوس ايديكي بلاش تنامي طول عمرك بعد كده. خش هاتي صبر وانا هجيب امك. يلا يلا فيفي اسالي يلا. خد الواد ده انا كده اصبر يا رب. اشكر يا رب. يا نزل مع فيفي يلا الحق يا ساتر يا رب. مش وقت انزلي خلي بالك من صبر. يلا عليه مصبري يعوروا ولا حاجه. لسه حد فوق. انت سريع شوفهم انت. كنتوا مستنيين ايه؟ ان البيت يتهد؟ هيتهد. كنتوا مستنيين حد يساعدكم؟ خلاص خلصت الايام دي. ما عادش حد يساعد حد ولا حد يمد ايده المعونه لحد. لو ما اشتغلناش بايدينا هنموت من الجوع. لا، ده اللي مش هيخترع هيموت من الجوع. يا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبني البيت ده من اول وجديد، يا اما هنقوم مره الصبح مش هنلاقي لنفسنا وجود في المنطقه كلها. احنا كده ما بنتحركش غير في اخر ربع ساعه. وانا هبات فين النهارده يا زغلول؟ يا عم صابر اقعد في حته هشوف لك علبه كبريت تبات فيها. باشا مش عيب واحد مليونير زيك برضه يشتغل بايديه في دهان البيت؟ مليونير منين بقى؟ انت جاي تتريق عليا ولا ايه؟ ما انت خدت الفلوس وخلعت. مبروك عليك تصليح البيت. في ايه يا بيه؟ في واحده كتيره ضحكت عليك وجايين احط لك خطه عشان نروح نسرق شركتك برضه؟ انا فعلا محتاج لك عشان تحط لي خطه، بس عشان الشركه بتاعتنا. بتاعتنا؟ انا ما ينفعش انا وانت نبقى شركاء خالص يا بيه. ليه بقى؟ انا بفلوسي وخبرتي وانت باحلامك واهل حتتك. ومشاكلك عملت فيها ايه؟ انا مشاكلي كلها اتحلت يا زغلول. مراتي وشركتي ورجعوا لي، شركتي والمحامي واتسجنوا، وانت اللي وريتني الطريق لكل ده يا زغلول. بص كمان انا جايب لك معايا ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي جاب البت دي هنا؟ البر وسيطرة اتحبسوا وانا جيت عشان اشتغل معاهم، بس المراتب بجد. قلت ايه؟ يلا مش بقول لك البت دي طول عمرها مرزقه، بس خليها تشيل اللي بانا من بقها. قلت ايه؟ شاركني يا زغلول.
الدنيا تعاند ولا عليك تتك، لما تضيع احلامك وبيبانك تتسك، اوعى اوعى تكشر ولا تتأثر، لم قوام كل اللي اتكسر، افتح صدرك فوق. لو مرة اتكعبلت قوم من تاني وعيشها، ولا في سكة قابلت الأحسن طنشها، حب حياتك حب وبرجليك هيحصل له ايه؟ خلاص انا جبت اخره. اتفضل يا استاذ. وعلى دموعك صب، حب حياتك حب وبرجليك دب، حب حياتك حب وبرجليك دب. اشمعنى يعني دي اللي تنفع؟ لان الخطه طويله شويه. لما واحد بيلعب في الزرار اللي فيه يتشفط. يتشفط كتير والله. لما تضيع احلامك وبيبانك تتسك، اوعى تكشر ولا تتأثر، لم قوام كل اللي اتكسر، افتح صدرك فوق. حياة ابوك يا جد، والله العظيم عامل كده والمصحف الشريف وحياة النعمة معاك. ما تكلكعش حياتك، لا ما تعقدهاش، قطرك عدى وفاتك. وعامله وحش في المكتب، جرب المكتب بقى. اجي معايا ومن شد شوية وشد، نوصل بدري نغني ونرقص، افتح صدرك فوق. اصل انا سمعت لما يبقى اتنين متجوزين ممكن يناموا على بس يا بنت بطلي هبل. لما الدنيا تعاند ولا عليك تتك، لما تضيع احلامك